السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفاة الشيخ محمد خليل، حيث أعلنت وسائل إعلامية سعودية رسمية صباح اليوم الاثنين 8 مايو 2023 عن وفاة الشيخ محمد خليل قارئ أبرز أحد أئمة المسجد النبوي سابقا، حيث انتشرت بشكل سريع وكبير برقيات التعازي على منصات التواصل الاجتماعي سبب وفاة محمد خليل قارئ إمام المسجد النبوي سابقا، حيث تحدثت أكثر من مصادر إعلامية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب وفاة الشيخ محمد خليل، والتي أكدت أنه توفي أثر مرض عضال ألم به خلال السنوات القليلة الماضية، حيث كان ينتقل بين الفترة والأخرى للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث أنه في 5 يناير الماضي نقل بشكل عاجل إلى أحد مشافي المملكة العربية السعودية أثر تعرض لوعكة صحية خطيرة اضطر الأطباء وقتها إلى إدخالها لغرفة العمليات المكثفة نظرا لخطورة حالته الصحية. وقال عدد من المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي إن سبب وفاة محمد خليل قارئ يعود إلى أنه تعرض لوعكة صحية خلال الأسبوع الماضي ونقل بحالة حرجة إلى أحد المستشفيات في المدينة المنورة، وأعلن أطباء عن وفاته اليوم الاثنين. وكتب الشيخ أحمد بن عبد العزيز النفيس عبر تويتر: وفاة الشيخ محمد خليل قارئ إمام المسجد النبوي سابقا قبل قليل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحمه وتقبله وأكرم نزله واجعله اللهم القرآن شفيعا له. وهو ده يكون خبر النهاردة، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.